لهاي الدورة نحن عنا استراتيجية مهمة كتير إنه لحتى نفتح هاي الدورة، بالأخص إنه نجمع كل رفيقات لجان التدريب على مستوى المقاطعة هون. إلنا سبب وإلنا هدف كتير كبير لحتى نجمعكم كلياتكم هون. الهدف هو إنه نحن كلجان تدريب لازم نصير لجان تدريب، يعني نحن لازم ندرب حالنا، نحن لازم نقوي حالنا، نقوي من شخصيتنا، ندرب شخصيتنا لحتى نقدر ندرب المجتمع كمان. فهلا المجتمع عم ينتظرنا نحن، نحن يلي لازم نوعي هالمجتمع، نحن يلي لازم ندرب هذا المجتمع. فعلى هذا الأساس لجنة التدريب لازم تكون متدربة قبل كل شيء لحتى تقدر تدرب المجتمع كمان، لحتى تقدر تدرب يلي مقابلها كمان. على هذا الأساس السبب الرئيسي هو إنه ندرب كل لجان التدريب على مستوى المقاطعة، يعني نبلش من البلدات والناحية والمقاطعة كلياتنا ندرب حالنا لحتى نقدر ندرب المجتمع كمان. يعني السبب الرئيسي لفتحنا لهاي الدورة هاي هي. ثاني سبب لحتى نحن كلجان تدريب شخصياتنا تكون لجنة التدريب، فكرنا يكون فكر لجنة التدريب، ولحتى يكون عنا فكر القائد عبد الله أبو جلال، ولحتى يكون عنا فكر الأمة الديمقراطية، ولحتى يكون عنا فكر العائلة الديمقراطية والحياة الشراكية الندية الحرة. يعني على هدول 3 أساسيات هن كمان الأسباب الرئيسية لفتحنا لهي الدورة. طبعا يعني كل الرفيقات يلي موجودين هون كمان لازم يتقربوا حسب هذا المنظور، انه كلياتنا لازم ندرب حالنا لحتى نحن كمان نقدر بالايام الجايه بالفترات الجايه لحتى نحن كمان ندرب يلي حوالينا. ف ثاني شغله يعني نحن بهالوقت هذا افتتاحنا لهاي الدوره مهمه كثير. كيف مهمه؟ هلا نحن بفتره الانتخابات، انتخابات تركيا هلا موجوده، هلا النظام العالمي كلياته عم يتغير، ففتحنا لهاي الدوره بهذا الوقت هذا مهم كثير. يعني بلكي كل العالم هلا موقفه اشغالها، موقفه اعمالها، انه ما عم يسووا شيء، الكل عم يستنى الانتخابات. فنحن ما لازم نتوقف. ليش؟ لانه التدريب ما بيتوقف، التدريب دائما لازم يتحرك، التدريب دائما لازم يكون مثل نهر وبيجري. فنحن كمان كلجان تدريب نحن ما نقدر نوقف، نحن لازم دائما نستمر لحتى نقدر انه ندرب حالنا وندرب المجتمع كمان. فسببنا الرئيسي لفتح التدريب هذول هن. كمان بالنسبه للوضع السياسي كلياته هلا اكثر شيء الدارج هو الانتخابات. نحن كمان مشان الانتخابات ومشان التهديدات نحن ما نوقف شغلنا، ما نوقف على عملنا، رح نضل واقفين على عملنا ورح نستمر بتدريبنا، بتدريب حالنا وبتدريب مجتمعنا كمان. فهذا الشيء عم ينتظرنا نحن كلجان تدريب. يعني بشكل عام فتح دورة تدريب المتدربات على هذا الأساس. وطبعا نتمنى كل التوفيق. ايش هو هدف التدريب؟ هذا هو بالنسبة لأول يوم. طبعا بالليل كمان عندنا برنامج العاشر، هو كمان يومين مع المجتمع الطبيعي كمان يومين. اليوم العاشر هو كلياته بشكل عام بهذا الشكل الطبخ، يعني من خلال خبراته، من خلال تجاربه، لحتى قدر انه يوصل لهاي المرحله. فالتدريب كمان بهذا الشكل الطبخ، يعني من مرحله لمرحله، من اسلوب لاسلوب، وكل مرحله غير ناضجه ما نقطع. هذا كمان كان مبدأ من مبادئ المجتمع الطبيعي. فهاي كمان نتيجة تدريب، يعني نتيجة تدريب المجتمع، نتيجة تدريب المرأة للمجتمع. أطفالهم
عشان يربوهم